بضربة جزاء فضيحة، الأهلي بيتصدر الدوري للمرة الأولى هذا الموسم. الأهلي بيتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بضربة جزاء كارثية. مباراة كانت مثيرة جدا وفيها كلام كتير من لعيبة وحكام وكمان جمهور. خليك معايا هقولك على أهم النقط اللي حصلت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالأمس. بداية كده الأهلي بيفوز على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف. الهدف الثاني للنادي الأهلي من ضربة جزاء فضيحة بمعنى الكلمة. ضربة جزاء بتثبت إن لا في تحكيم بيفهم في التحكيم ولا حتى الأهلي بيفهم في التحكيم. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، هي دي ضربة الجزاء اللي اتحسبت ضد الاتحاد السكندري. يعني اللاعب ايده جوه جسمه بيحمي بيها منطقة الصدر والبطن. يعني الكورة ما غيرتش اتجاهها ولا الخصم استفاد بيها. كورة كانت راحة لصدر او بطن اللاعب واللاعب ايده داخل محيط جسمه. زي القانون ما بيقول ان الكورة دي لا تحتسب لمسة يد في الاساس. ده بالاضافة خليني الفت نظر حضرتك لحاجة مهمة، يعني بعيدا عن القوانين وكل ده، حضراتكم كده بتشوفوا لما بيكون فيه فاول او ضربة حرة خارج ال 18 واللعيبة بتعمل حيطة، كل اللعيبة بتكون بتأمن منطقة الصدر والبطن. لازم الايد تبقى كده، هو القانون بيقول كده. يعني انت تحط ايدك كده عشان الكرة ما تصطدمش في صدرك او في بطنك. يبقى القانون هو اللي بيسمح لك ان انت تحط ايدك تحمي بيها منطقة الصدر والبطن، وتيجي تحسب كرة زي دي على نادي الاتحاد ضربة جزاء. طبعا ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة، فضيحة. اما الحاجة التانية، يعني احمد كوكا بعد الطرد بيقول لي الحكم اسكت خالص. يا ترى هنشوف فيها عقوبة على احمد كوكا ولا هو عشان تبع النادي الاهلي مش هنشوف اي عقوبة؟ النقطة الثالثة، جمهور الاهلي المحترم. نادي الزمالك النهاردة هيتقدم بشكوى ضد جمهور الاهلي، وكمان بشكوى ضد أسامة حسني اللي بيقول لازم مجلس إدارة الزمالك يتحل. جمهور الأهلي المحترم يعني الفترة الأخيرة ما بيفوتش مباراة إلا لما بيغلط في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. أما في مباراة الاتحاد فيعني هو زودها بزيادة حبتين وقال كلام كتير طبعا ما ينفعش إن احنا نعرضه لحضراتكم. جمهور الأهلي كان أثناء المباراة وبعد المباراة هتافات مسيئة ضد نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بيتقدم بشكوى زي النادي الأهلي ما تقدم بشكوى في أول مباراة لنادي الزمالك ضد جمهور الزمالك، وتم توقيع عقوبة على جمهور نادي الزمالك. حابب بس ألفت نظرك لنقطة مهمة جدا. اتحاد الكورة ورابطة الأندية عملوا قوانين وللأسف مش هيقدروا يطبقوها. يعني القانون بيقول المخالفة الأولى على الجمهور بتكون غرامة مالية، أما المخالفة التانية فبتكون إيقاف، والتالتة بتكون حرمان من حضور المباريات لنهاية الموسم. ده القانون الجديد اللي رابطة الأندية عملوه. الأهلي توقع عليه عقوبة قبل كده ب50,000 جنيه على جمهور النادي الأهلي. دي العقوبة التانية. يعني لو رابطة الأندية طلع عندهم شوية عدل وشوية حق وطبقوا العقوبة على النادي الأهلي هيلعب الماتشين اللي جايين بدون جمهور. هل هنشوف الكلام ده؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش في كوكب الأهلي. دي كانت أهم اللقطات والأخبار عن مباراة الأهلي وفضيحة ضربة الجزاء.